بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده فيديو جديد وطريقه جديده للسمك البلطي او السمك الشبار. يلا بينا نشوف طريقتنا ونشوف هنعمله ازاي. اتحداكي لو مش عجبتك الطريقه دي وعملتيها على طول، بصي هتحسي ان انتي اللي عايز سمك مقلي هتقولوا له ده مقلي، اللي عايز سمك مشوي هتقولوا له ده مشوي. طعمه رايح في الحتتين، طعمه رايح في حتة تانية، تحسي ان هو مشوي او مقلي في نفس الوقت. حاجة كده والله العظيم هيبهرك. جربي طريقتي دي وهي هتعجبك جدا. وعملت كمان جنب منه رز بالطماطم بتاع زمان اللي احنا كنا بنعمله جنب السمك زمان. هو ده ممكن تعملي جنب منه رز ابيض، بس انا حبيت اعمل جنب منه رز بالطماطم بتاع زمان ده. وطعمه بقى تحفة تحفة، شايفين؟ روعة مع الصوص بتاعه ده، بيوديكي في حتة تانية. وعملت جنب منه كمان شوية سلطة حلوة كده لزوم التحابيش، وشوية بصل بالليمون وجرجير كده، والدنيا ظبطت معانا ما شاء الله. كان طعمه وهم. يلا بينا نشوف طريقتنا ونشوف هنعمل ايه. 4 بصلات حلوين كده، دول 2 كيلو من السمك. عملت عليهم 4 بصلات حلقات زي ما انتوا شايفين كده. هجيب عليهم كمان 3 قرون فلفل اخضر حراق وهقطعه برضو حلقات، وكمان قرنين فلفل الوان او قرن فلفل نص ونص، يا بصي اللي يعجبك. المهم الفلفل الالوان ده اختياري مش اجباري، ممكن تستغني عنه، يعني لو مش موجود عندك استغني عنه. حطي فلفل اخضر رومي مع فلفل قرنين فلفل حراق، هيدولك طعم حلو جدا برضو. بس انا بحب الطعم الفلفل الالوان ده بيسكر لي الاكل، بيديله طعم حلو. عملت قرنين فلفل اخضر، قرنين فلفل الوان مع قرنين فلفل اخضر حراق. نص معلقه توم مهروسه، حبايتين من الطماطم. كل ده هيتقطع حلقات كده زي ما انت عايزه، على حسب ما انت عايزه. هقطعه بالطريقه دي كده. معايا هنا معلقه توم مهروسه نزلت بنصها، والنص التاني هنسيبه هقول لكم هنعمل بيه ايه. ودلوقتي هنحط التوابل بتاعتنا: ملح وكمون، مش اكتر من كده، ملح وكمون خلاص. وعصره ليمونه كده كمان فوق اللي انا قطعته ده. حبايتين طماطم، 4 بصلات، قرنين فلفل حراق مع قرنين فلفل الوان مع حبايتين من الطماطم مع نص معلقه توم مهروسه مع ليمونه معصوره. خلاص لحد كده، خلاص لحد كده خلاص. عصرنا الليمونه بتاعتنا اهي. بعد كده هننزل بالتوابل بتاعتنا: معلقه ملح مع معلقه كمون، وهنقلبهم مع بعض. وبعد كده هجيب السمك، انا طبعا غسلاه ومنضفاه كويس جدا، هجيبه واقطعه شرايح كده من ظهره زي ما انتم شايفين، وابدا ارصه كده فوق التتبيله، وهدعكه كده في قلب التتبيله، وبعد كده ارصه فيها. بعد كده معايا بقى التتبيله بتاعتي بقى اللي هي الدقه اللي انا هحشي بيها السمك. معايا هنا حبايتين من الطماطم، فرمتهم في الخلاط وجبتهم زي ما انتم شايفين، يا اما معلقه صلصه، خلاص معلقه صلصه، يا اما حبايتين من الطماطم فروميهم في الخلاط مع معلقه هريسه، وكمان نص معلقه توم مهروسه، آه، عصرتين 3 ليمون، 3 ليمونات كده عصوريهم، مع 3 معالق من الخل. تمام لحد كده. حبيتين طماطم مفرومين في الخلاط، معاهم معلقه هريسه شطه، معاهم نص معلقه توم مهروسه، معاهم 3 معالق او معلقتين خل، كمان 3 ليمونات كده اعصريهم مع الخل، ملح وكمون وبابريكا، ملح وكمون وبابريكا، ملح وكمون وبابريكا، وشويه من الزيت. هقلبهم كلهم مع بعض زي ما انتم شايفين. وبعد كده الخلطه بتاعتي دي هدهن بيها السمك جوه وبره زي ما انت شايفه كده، وفي قلب الفتحات اللي انا فاتحاها دي، وهحشي الدقه كويس جدا. خلاص دهنت الدقه كلها، اللي فاض منها برضو هفضيه فوق السمك. وهجيب نص كوبايه ميه، كوبايه الشاي هجيبها نصها ميه، وهبدا هنزل بيها كده عشان تعمل لي صوص، عشان خاطر ما تكونش السمكه برضو ناشفه قوي، يكون فيها صوص كده من تحت كده حلو. يعني سوي لي يطلع بخار اهي. نص كوبايه، شفت كوبايه قد ايه؟ كوبايه صغيره، عامله نصها بس. واحط كده في الجناب شويه ميه من هنا ومن هنا ومن هنا، وخلاص على كده. خلاص كده هدخلها بقى الفرن واسيبها هتاخد معايا حوالي ربع ساعه في الفرن. وبعد كده هسيبها يعني هطفي تحت واسيبها على الشوايه شويه.
خلاص يتحمر معايا بقى ويدي لون بقى اللي هو تحسي ان هو سمك مشوي مش سمك مقلي، سمك مشوي سمك مقلي كله يبرق لي بقى. وادي معانا هنا الرز عملته، بسم الله ما شاء الله. طريقة الرز تحفة. بجيب بصلاية مع السلطة مع الحاجات الحلوة الجميلة دي. يلا بينا بقى اقول لكم طريقة الرز. بجيب بصلاية واقطعها قطع صغيرة، وبعد كده احمرها تغمق معايا كده خلاص. هروح نازلة عليها بحبيتين طماطم مفرومين في الخلاط، يدوب بس يتسبكوا شوية، وبعد كده هنزل بمعلقة هريسة شطة وخلاص اتسبكت. بروح نازلة بالمية، يعني المية دي مية القعد بتاع ولا بتاع الرز ده. دايما انا بخلي الرز قد عقلة الصابع، يعني المية فوق الرز قد عقلة الصابع. فعلى حسب الرز بتاعك بقى انت ايه هتحطي المية بتاعته. هنزل بالمية، وبعد اول ما المية تغلي كده هكون انا غاسلة الرز واروح مسقطاه يستوي معايا وكده مية مية. الطريقة دي بتاعت زمان، بتاعت جدي وماما وكده ايام زمان، يعني ربنا يرحمهم يا رب. وادي بسم الله ما شاء الله السمك قدامكم زي ما انتم شايفين كده، حاجة خيال والله العظيم. طعمه كان رايح في حتة تانية، عجب الكل بصراحة. انا بعمل لهم الطريقة دي على طول بيحبوها. والسلطة بقطعها بالطريقة يعني مش بخليها ناعمة، لانهم باكلوا كده منها قطع صغيرة، قطع كده بايديهم كده. ما بيحبوش السمك ده مع سلطة صغيرة، بيحبوا دايما السلطة اللي هي سلطة المطاعم دي. شايفين شكل السمك وجماله، بسم الله ما شاء الله. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. ولو مش عجبكم الفيديو برضه ما تنسونيش في اللايك، دوسوا لايك. عجبكم الفيديو مش عجبكم الفيديو مش هتخسروا حاجه، دوسوا لايك وكومنت حلو كده يفرحني كده، شجعوني كده. ويا ريت تشيروا الفيديو لكل اصحابكم كل اصدقائكم عشان الكل يستفيد. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب، وربنا يكرمكم ويسعدكم في ولادكم في حياتكم، ويشيل الامراض كلها عن المسلمين يا رب، ويصلح حال البلد وحال المسلمين. واسيبكم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.